نشرة أخبار ظهيرة نقدمها لحضراتكم من الفضاء التي أينما كنتم أيها السادة والسيدات. المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يختتم زيارته لإثيوبيا ويعود إلى أرض الوطن. الإريتريون في السودان يبحثون القضايا الوطنية. جلسة مباحثات حول تعزيز مشاركة أهلية في تنفيذ البرامج التنموية. الأردن وسوريا يعيدان فتح معبر نصيب الحدودي. رئيس نيجيريا يتخذ تدابير جديدة لمحاربة الفساد في البلاد. والكوريتان تتفقان على ربط خطوط المواصلات. أهلا بكم إلى التفاصيل. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى البلاد أمس الاثنين مختتما زيارة عمل رسمية لإثيوبيا استغرقت يومين بدعوة من رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد أجرى خلالها مباحثات هامة وشارك في افتتاح مصنع سكر أومو، وقام بجولة تفقدية للموارد الطبيعية والسياحية ولمدينة جمة. تفاصيل الزيارة في سياق التقرير التالي. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى البلاد مختتما زيارة عمل رسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية استغرقت يومان تلبية للدعوة التي قدمها له رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد. استهل فخامة الرئيس إسياس أفورقي زيارته بالتوجه مباشرة من مطار بولي الدولي إلى الأقليم الجنوبي لإثيوبيا للمشاركة في مراسم تدشين مصنع سكر أومو كوراز رقم 3 مع رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد، وكذلك رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي مريم دسالن، حيث قدم لهم توضيحا مسهبا مصحوبا بالصور بخصوص المصنع الكبير المشيد في جنوب غرب إثيوبيا بكلفة بلغت أكثر من 8 مليار بر، وبقدرة إنتاجية من 8 إلى 10 آلاف كنتال من السكر يوميا، ويتيح أيضا فرص عمل لحوالي 3500 من العمال الدائمين والمؤقتين. وألقى رئيس الوزراء الإثيوبي دكتور آبي أحمد كلمة في مراسم التدشين أوضح فيها بأن إثيوبيا وبالرغم من أنها تتمتع بثروات ضخمة إلا أنها لم تستفيد منها كما ينبغي، ولكن في الوقت الحالي تعمل لتعزيز جهودها من أجل استغلال هذه الثروات، مشيدا بدور فخامة الرئيس إسياس أفورقي الكبير في المصالحة وإرساء السلام بين إريتريا وإثيوبيا، ومؤكدا في ذات الوقت بأن هذه الزيارة تأتي في إطار المشروعات التنموية المنسقة بين البلدين. من جانبه عبر فخامة الرئيس إسياس أفورقي عن امتنانه وتقديره للدعوة المقدمة له للمشاركة في افتتاح هذا الصرح التنموي، وقال إن إريتريا ستكتسب تجربة ثرة من هذا المشروع التنموي الضخم، متمنيا نجاح الجهود التنموية للشعب الإثيوبي. في غضون ذلك تفقد فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له بصحبة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد الموارد الطبيعية في مدينة أربامج، وكذلك المواقع السياحية ومزرعة تربية السلاحف، كما نصبت مأدبة قضاء على شرفهم. وفي اليوم الثاني من الزيارة قام فخامة الرئيس إسياس أفورقي بزيارة مدينة جمة وضواحيها، ووجد استقبالا شعبيا حافلا من السكان، وأهدى أعيان شعب الأورمو لفخامة الرئيس إسياس أفورقي هدايا تمثل تراثهم تعبيرا لتقديرهم واحترامهم ودعمهم لفخامته. وأجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد بعد عودتهم إلى أديس أبابا بعد ظهر اليوم الثاني من الزيارة أجريا مباحثات تقييمية للمراحل التي تبعت اتفاق السلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا وتطوراتها، وناقشا البرامج المستقبلية والتطورات في منطقة القرن الإفريقي. كما بحث الزعيمان في لقائهما إلى جانب تقوية العلاقات الثنائية والتعاون الدفع ببرنامج التقارب والشراكة الذي بدأ في المنطقة، ووضع خطط عمل جديدة. وكان قد رافق الرئيس إسياس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يماني جبرآب، والسيد أمين حسن مدير في مكتب الرئيس. عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس سيمينارات الإريتريين في الخرطوم وضواحيها والقضارف وبر السودان بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأوضح بأن مواد الإعلان المشترك للسلام والصداقة الموقع في 9 من يوليو بين إريتريا وإثيوبيا تنفذ على مراحل، وأن هذا الحدث التاريخي فتح صفحة جديدة للسلام والتعاون في القرن الأفريقي. وقدم شرحا حول برامج التنمية والموضوع وتنفيذها، داعيا المواطنين لتنسيق قدراتهم الأكاديمية والمهنية والاقتصادية للدفع بالتنمية والمرحلة المبشرة. وأعرب المشاركون عن دعمهم لاتفاق المصالحة الإريترية الإثيوبية، مؤكدين المساهمة في جهود الدفع بإنجاح الشراكة. من جهة أخرى، دشن في 10 من أكتوبر كتاب الكاتب السوداني عادل عثمان عوض يضم مجموعة شعرية حول ثقافة ونضال وصمود الشعب الإريتري عامة وجمال وتاريخ أسمرة خاصة. وتم ذلك في مناسبة أسبوع الصداقة الشعبية الإريترية السودانية الذي نظمته جمعية الصداقة الإريترية السودانية. عقد قائد القيادة الوسطى العميد حدي شفرين في 12 من أكتوبر الجاري لقاء مع المسؤولين العاملين في المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية بالإقليم الجنوبي، تركزت حول أهمية تعزيز المشاركة الأهلية في تنفيذ البرامج التنموية. وذكر العميد حديش بأن أعضاء قوات الدفاع يقومون في ظل الأجواء المبشرة مدعومين بالآليات الثقيلة، يقومون بصيانة وتوسيع الطرق الرئيسية وغيرها من المشاريع التنموية، مناشدا الشعب لتعزيز مساهماته في البرامج التنموية الجارية والعمل بوعي للحفاظ على السلم والأمن. من جهته، استعرض حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبركريستوس البرامج التنموية المنفذة وجري تنفيذها، موضحا تقديم سيمينارات صحية وأمنية واجتماعية وتنويرية بعملية السلام وتأثيراتها في كافة مديريات الإقليم. وعبر المشاركون عن سعادتهم لأجواء السلام المبشرة، داعين لإجراء دراسة دقيقة من أجل تقييد التجارة غير المنظمة بقوانين التجارة المحلية. عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات اجتماعا تقييميا لمهرجان إريتريا لعام 2018 الذي نظم في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 8 من سبتمبر تحت شعار السلام للتطور المستدام. وأوضح مفوض الرياضة والثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السفير زمد تخليه في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو مكاتب الثقافة والرياضة في الأقاليم ومنسقي لجان المهرجان والفنانين والحكام أن الهدف من التقييم الحصول على آراء تنويرية وتصحيح الأخطاء والقيام باستعدادات أفضل مستقبلا. وقدمت في الاجتماع تقارير عن أنشطة الأقاليم والمحتوى المقدم والمميزات والقصور التي ظهرت. وأشار التقييم إلى أن الرقصات التراثية والموسيقى وكذلك المساكن والحياة المعيشية التقليدية المقدمة من الأقاليم عكست جمال تعدد المجتمع وأظهرت روح الإبداع والابتكار والمنافسة، منوها إلى المحتوى الاستثنائي المقدم في مجالي الآثار والزراعة. وأوضح المشاركون في التقييم عن وجود استعدادات كافية للبرامج المقدمة في المهرجان لإيجاد تميز نوعي والقيام بدراسات ممنهجة لتراث وثقافات القوميات والأدوات الموسيقية التراثية وتنظيم العروض لها. وقدم السفير زمد تخليه شكره للمواطنين وكافة المؤسسات الحكومية وجهها لإنجاح المهرجان الوطني المنظم في مرحلة السلام والتطور المبشرة. اختتمت انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى المنتظمة لتقرير المدراء في 22 ضاحية بمديرية سنعفة. وأشار المدير التنفيذي في المديرية السيد هابتة كدانة إلى أن الانتخابات انتظمت في الفترة من 6 من سبتمبر المنصرم وحتى 10 من أكتوبر، موضحا بأن برامج التوعية الجارية مسبقا ساهمت في إنجاح عملية الانتخابات. من جهته، أوضح مدير المديرية السيد إدريس علي الشكر بأنه يتوقع من المنتخبون اللعب دور رائد في تقديم خدمات إدارية فعالة وإنجاح البرامج التنموية، مدركين أهمية المسؤولية الواقعة على كاهلهم. وأكد المنتخبون بدورهم جاهزيتهم لتقديم خدمات جيدة وفعالة، مناشدين الشعب لإبداء دعمهم وتعاونه معهم. هذا وتضم مديرية سنعفة 117 قرية في 24 ضاحية. عقد مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينار لشركائه حول اللوائح الصحية الدولية ومبادئها. ووجهت في السيمينار الذي شاركت فيه هيئة ميناء عصب وقسم الهجرة والجنسية والشرطة والمحكمة
وجهت دعوة لتعزيز دور الشركاء لضمان تنفيذ اللوائح. وأوضح السمينار بأن وجود قدرات بشرية ومعدات جيدة في الموانئ بوضع الاعتبار للأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان له دور كبير لمكافحة الأمراض المعدية. وشدد مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة صفاو نقاسي على وجوب المعرفة الجيدة للوائح الصحية الدولية والعمل بها، باعتبار أن الإقليم له الكثير من المنافذ مع الدول الأخرى. وأشار إلى إقامة لجنة متابعة للوائح الصحية الدولية لتقوية التنسيق القائم. إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. فتحت السلطات المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا رسميا أمام المدنيين وحركة التجارة بعد إغلاقه لمدة 3 أعوام ليعود إلى العمل على طريق كان يعمل شحنات تجارية بقيمة مليارات الدولارات لدول في المنطقة. واستعادت الحكومة السورية المنطقة حول المعبر الحدودي مع الأردن في يوليو خلال هجوم مدعوم من سوريا لطرد مقاتلي المعارضة في معقلها في جنوب غرب سوريا. وتسبب إغلاق المعبر في 2015 في قطع طريق عبور مهم لمئات الشاحنات التي تنقل البضائع يوميا بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في معاملات تجارية بمليارات الدولارات سنويا. من ناحية أخرى، أعادت إسرائيل فتح معبر القنيطرة على حدود هضبة الجولان مع سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح سوى بعبور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. اتخذ رئيس نيجيريا محمد بوخاري تدابير جديدة لمحاربة الفساد في البلاد، وذلك قبل 4 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في فبراير 2019. وقالت رئاسة نيجيريا أنه تم وضع نحو 50 شخصية يشتبه في ارتكابهم عمليات فساد على قائمة المشتبه بهم، كما سيتم منعهم من مغادرة البلاد حتى يتم البت في قضاياهم، وذلك دون الإعلان عن الأسماء، ولكن القائمة تشمل العديد من كبار الشخصيات. من جانبه قال جربا شيوه المتحدث باسم الرئيس النيجيري أن العديد من محاكمات الفساد لم تنجح لأن المتهمين يستخدمون الأموال التي سرقوها، ومن ثم فإن هذه الإجراءات ستنشئ حظرا على الأموال المشبوهة المسروقة حتى لا يستطيع أي شخص تحريكها أو التصرف فيها ما دام لم يتم حل القضية في المحكمة. اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على البدء في ربط الطريق وخطوط السكك الحديدية في خطوة أخرى تشير إلى تحسن العلاقات، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة من احتمال تقويض مساعيها للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي. وجاء الاتفاق على ربط خطوط المواصلات أثناء محادثات في قرية بامجوم الحدودية في إطار متابعة ما اتفق عليه في القمة الثالثة هذا العام بين رئيس مون جي إن رئيس كوريا الجنوبية وكيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، والتي عقدت الشهر الماضي. وتسير المحادثات بين الكوريتين في خط موازي للجهود الأمريكية للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية التي يقول الشمال أن باستطاعتها ضرب البر الرئيسي الأمريكي. خلفت الفيضانات القوية التي ضربت إقليم أود جنوب فرنسا مقتل 13 شخصا على الأقل، بينما بلغ منسوب المياه في وادي أود مستوى قياسي. وقال موقع فرنسي أن الفيضانات قتلت 13 شخصا وأصابت 5 آخرين. وأوضح المصدر أن الأمطار الغزيرة أدت إلى قطع العديد من الطرق شمال الإقليم، فيما هناك مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في الإقليم. وانقطع التيار الكهربائي عن 300 ألف منزل على الأقل في البرتغال بعد أن ضربت العاصفة المدارية ليجلي ساحل البلاد على المحيط الأطلسي محملة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وارتفاع كبير في الأمواج. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.